أهلا بكم في الغرفة. الضحية دي توفت من حوالي 7 ل9 ساعات، بغض النظر عن إنه تم اكتشاف الجريمة والجثة كانت في الأرض على ظهرها. لكن الحقيقة إن الضحية ماتت مخنوقة، وبعد ما اتقتلت جاني علقها من دراعاتها في الجنش الحديد اللي في السقف لمدة لا تتجاوز الساعة، وبعدها الجاني نزل الضحية وسابها على ظهرها في الأرض لحد ما تم اكتشاف الجريمة. أهلا بيكم متابعينا الكرام في قناة الغرفة. في البداية حابب أقول إن قصتنا النهاردة من كتابة محمد عبد الرحمن شحاتة، وعايز أقول كمان إن حلقتنا النهاردة مهمة جدا لأنها من القصص الجامدة. فزي ما تعودنا نفصل نفسينا عن أي حاجة حوالينا ونجهز سماعاتنا، ويلا بينا نشوف موضوع عنبر 27 ده إيه. يلا بينا. دي كانت بداية التقرير اللي كتبته، ووقعت عليه باسمي دكتور إياد مصطفى كطبيب شرعي، لما استدعوني عشان أساعدهم في تشخيص الجريمة ومحاولة الوصول للجاني، لأن الجاني يكاد يكون وصل للجريمة الكاملة. يعني مفيش بصمات في أي مكان تدل عليه، مفيش شعر من راسه ولا جسمه وقت في مسرح الجريمة نقدر من خلالها نوصل لحمضه النووي، ومفيش كمان آثار جلد تحت ضوافر الضحية تدل على إنها كانت بتقاوم، وده بسبب إن في آثار مادة مخدرة قوية لقيتها في الضحية. واضح إنه خدرها، عشان كده مفيش أي مقاومة حصلت منها، ولا حتى ساب وراه نقطة دم تكون وقعت نتيجة إصابته وهو بيهاجمها، أو آثار رجليه على الأرض. مقاس جزمته مثلا مفيش فعلا أي أثر ليه. بعد تفكير طويل في الجريمة اللي راحت ضحيتها بنت عندها 32 سنة اسمها ولاء، مطلقة وعايشة في شقة لوحدها، وكانت بتشتغل طبيبة أسنان. سألت نفسي سؤال وأنا بكتب التقرير: ليه الجاني عمل كل ده في الجثة بعد ما خنقها؟ الواضح من الحكاية إنه ما كانش يقصد يمثل بالجثة، لأن الجثة سليمة ما فيهاش خربوش واحد، لكن ما كانش قدامي غير حاجة واحدة، وهو إن المجرم بيحاول يضلل الناس اللي هتفتش وراه ويعطلهم عن إنهم يوصلوا له لحد ما يقدر يهرب مثلا أو يسيب البلد. ولو حد سألني وقال لي: ولما الجثة كانت على ظهرها في الأرض لحظة ارتجاب الجريمة عرفت منين إنها اتعلقت من إيدها في الجنش الحديد اللي في السقف وبعدها نزلت تاني؟ أحب أجاوب ببساطة وأقول له إن مجرد ما الضحية بتموت والدورة الدموية بتقف في الجسم والقلب بيتوقف عن العمل، الدم بيبدأ ينسى مساره وبيستجيب للجاذبية، وبيبدأ يتجمع في أقرب نقطة من الجسم للأرض، وساعتها الجلد في المكان اللي الدم متجمع فيه بيبدأ ياخد لون الدم، زي ما كان متجمع بالظبط في رجلين الضحية وقت ما تم اكتشاف الجريمة. وده دليل على إنها اتعلقت في السقف بعد ما ماتت لمدة ساعة على الأقل لحد ما الدم اتجمع في رجليها. ده أقرب تحليل اللي شفته، لأن مفيش جثة بتقف وهي ميتة أكيد. يعني الجاني ما سابش وراه أي أثر في مسرح الجريمة، وبعد فحص المكان كويس ما لقيناش أثر لأي تدخل عنيف. مفيش كسر في باب الشقة ولا الشبابيك، يعني القاتل ما كسرش الباب، وده معناه إنه شخص متعود يدخل ويخرج من الشقة عادي ومعاه مفتاح. لكن كان في احتمال تاني أقوى، وهو إنه رن الجرس أو خبط على الباب، ولما هي فتحت له دخل الشقة وارتكب جريمته. وده كان كفيل بإنه يبعد الشك شوية عن قرايبها ومعارفها،
ده غير إن مفيش سرقة حصلت، يعني لا دولاب اتكسر ولا هدوم وقعت منه ولا في درج من الأدراج مفتوح، دليل على إن القاتل ما كانش بيفتش على فلوس ولا دهب. ده غير إن مفيش عليها بصمات غير بصمات المجني عليها. الجريمة دي لغز، والأول مرة النتيجة اللي أوصلها ما تساعدش التحقيقات ولا تخلي العدالة تقدر تاخد مجراها. دي كانت الهواجس اللي في دماغي بعد ما سلمت تقرير التشريح الجنائي للمباحث، وبرغم إن مهمتي انتهت لحد كده لكن بالي كان مشغول. في الوقت ده تليفوني رن، ولما شفت رقم المتصل عرفت إنه معاول مباحث الاسم للجريمة تبعه. فتحت المكالمة ورديت عليه وقلت له: صباح الفل يا محمد بيه. صباح الخير يا دكتور إياد، التقرير وصلني حضرتك. للأسف ده كل اللي قدرت أوصل له. الجاني كان واخد احتياطاته كويس قوي. أنا ضابط مباحث يا دكتور، ومؤمن كمان إن مفيش جريمة كاملة، وممكن الجاني يكون انكشف وهو ما يعرفش، بس الأكيد إن هو هيقع في الوقت المناسب. يا ترى قدرتوا توصلوا لحاجة عن طريق التحريات؟ التحريات بتقول إن طليقها مهندس وسافر برا البلد بعد ما طلعها بأسبوع ومرجعش لحد دلوقتي. احنا طبعا اتأكدنا من الكلام دوت عن طريق المنافذ والجوازات، يعني ان المجرم يكون طليقها ده شيء اكيد مستبعد. ده غير انها يتيمة اب وام، وخالتها اللي ربتها ماتت من سنة وما كانش عندها اولاد، وكتبت لها الشقة اللي كانت عايشة فيها، وده غير طبعا شقتها اللي ورثتها عن ابوها وامها. بما انها ملهاش حد ينازعها عن الورث في الشقتين، تبقى الشبهة بعيدة عن القرايب، وخصوصا كمان ان التحريات اثبتت ان مفيش حد كان بيزورها. كل قرايبها بعيد، وكل واحد فيهم مشغول بحاله. يعني أفهم كده من كلام سيادتك إن القضية هتتأيد ضد مجهول؟ للأسف مش كل القضايا تنفع تتأيد ضد مجهول يا دكتور. في قضايا بتخلص نفسها بنفسها. لكن نتيجة التشريح مش كفاية عشان نوصل للقاتل. تفتكر يا دكتور ايه اللي يمنع القاتل من انه يسيب اي اثر وراه، او ان شعرة من جسمه تقع بدون ما ينتبه؟ ده الشعر اكتر حاجة بنلاقيها في مسرح الجريمة، نتيجة الشد والجذب ما بين القاتل والضحية. مفيش تفسير للحالة دي إلا إن القاتل يكون ما عندوش شعر أصلا. بالظبط يا دكتور، كلامك صحيح، لكن برضه وارد جدا يكون كان لابس حاجة في راسه. هو أنت بتشك في حاجة يا محمد بيه؟ لا أبدا، ده أنا بدردش معاك كالعادة بعد كل تقرير، يمكن كلامنا يخلينا نوصل لحاجة. والمكالمة انتهت لحد كده. حطيت التليفون وبدأت أشوف ورايا إيه. بدأت أشتغل على شوية تقارير كانت عندي لحد ما الرواتشية بتاعتي خلصت. في الوقت ده بيستلم مني دكتور زميلي اسمه حسام، ولأنه كان من الفريق اللي شارك في مسرح الجريمة، أول ما شافني قال لي: مفيش جديد في جريمة الدكتورة ولاء؟ لا مفيش، القاتل مش سايب وراه حاجة. هتتأيد ضد مجهول يعني؟ الطبيعي إنها تبقى كده لحد ما طرف خيط جديد يظهر، لكن كلام معاون المباحث معايا النهاردة بيقول غير كده خالص. بيقول ايه يعني؟ بيقول إن في قضايا بتبقى مخلصة نفسها بنفسها، وإن في مجرم بيتكشف من غير ما يكون عارف وبيقع في الوقت المناسب. وانت فهمت ايه من كلامه؟ فهمت إنه بيتكلم من منطق دوره كظابط مباحث. بتبقى كبيرة إن مرتكب جريمة يفلت من تحت إيده، إلا لو كانت التحريات بقى وصلت لحاجة ملهاش علاقة بالطب الشرعي، ومن مصلحة القضية إنها تفضل سر، عشان كده ما قالش عليها. الحوار ما بيني وبين حسام انتهى، وخرجت من المستشفى عشان أروح أقعد على القهوة أغير جو وأشرب لي سجارة بعيد عن ريحة الفورمالين والإيثانول، وأشوف لي ماتش في الدوري الإنجليزي. اوعوا تفكروا إني بروح كافيه من كافيهات الغالية أو كده، لأ، تبقوا غلطانين. أنا بروح قهوة بلدي في منطقة شعبية. ولو سألتوني إيه اللي يخلي طبيب شرعي يقعد على قهوة بلدي،
هقول لكم أنا نفسي مش عارف، بس في رغبة داخلية جوايا إني أعيش حياة شخصية بعيدة عن الروتين والمكانة الاجتماعية وكده يعني. على القهوة كنت مندمج مع الماتش اللي شغال لحد ما انتهى، وانتبهت إني قربت أخلص نص علبة السجاير، واتفاجئت إن على ترابيزتي 5 كوبايات شاي فاضيين. ما افتكرش شربتهم امتى ولا ازاي، أنا فاكر إني شارب 3 كوبايات بس. ولما ناديت على صاحب القهوة عشان يحاسبني لقيته بيقول لي 3 شاي علشانك يا دكتور، و2 علشان الضيف اللي كان قاعد معاك، يبقى كده الحسبة كلها 25 جنيه. استغربت كلامه وقلت له الضيف اللي كان قاعد معايا؟ مفيش حد كان قاعد معايا. لقيته بيبص لي كده وقال لي ما توحد الله يا دكتور، دي الحكاية كلها كوبايتين شاي ب10 جنيه، ولما مشي قلت لي حسابه عندي. أنا المشكلة ما كانتش في الفلوس، الحكاية إني معرفش مين الضيف ده، ولا جه امتى ومشي امتى، ولا شفت حتى صاحب القهوة وهو بينزله شاي. كل اللي فاكره إني شارب 3 كوبايات بس. على أي حال حسبت صاحب القهوة ومشيت، بعد ما طلعت منديل قماش من جيبي ومسحت ال3 كوبايات اللي متأكد إني شربتهم، وقلت يمكن حد قاعد جنبي عشان القهوة زحمة، وأنا مشغلتش بالي بيه عشان الماتش، وصاحب القهوة افتكره تبعي. عادي، ياما بيحصل. ركبت عربيتي ورجعت على شقتي، طلعت مفتاح الباب من جيبي وفتحته، وبتصرف لا إرادي بعمله على طول طلعت المنديل القماش من الجيب التاني ومسحت مقبض الباب مكان ايدي. عارفين المشكلة فين؟ ان يوصل بيك الامر ان تفاصيل شغلك تبعت على حياتك الشخصية. وجودك ساعات طويلة في مسارح الجريمة، وتفكيرك ازاي المجرمين بيحاولوا يخفوا اثار جريمتهم، بقى يخليك تتعامل بطريقة لا ارادية زيهم. الموضوع عامل بالظبط زي بياع الرصوص لما بيشيل القربة على جنبه ويمشي محني في الاتجاه التاني لساعات طويلة. برضه بتكون دي طريقة مشيته لما ما بيكونش شايل القربة. لما تتخيل المشهد قدامك ممكن تبص لنفسك على انك قطعة صلصال، وجودها في شكل معين لوقت طويل بيخليها تنشف على كده وتفضل في نفس الشكل. ما بقتش مستغرب من تصرفاتي، ومع الوقت اكتشفت ان المنديل القماش اللي في جيبي الغرض منه اني امسح اي حاجة امسكها مكان ايدي، كوباية، مفاتيح، بكرة باب، معلقة. لدرجة ان صاحب القهوة اتريق عليا كذا مرة لما بيشوفني بمسح الكوبايات بالمنديل بعد ما حاسبه. ولما عرف اني طبيب شرعي وبتواجد كتير في مسارح الجريمة، عرف اني وصلت لدرجة من الروتين اللي يخليني اتعامل مع كل الاماكن اللي بروحها باعتبارها مسرح جريمة. كنت محتاج انام لان شغلنا بيستمر لساعات طويلة، ما بنصدق نخلص ونروح ونشوف السرير قدامنا علشان نرتاح 2 ولا 3. وده اللي حصل بمجرد ما دخلت اوضتي. اول ما شفت السرير قدامي اترميت عليه من غير حتى مغير هدومي، لاني عامل حسابي اني ممكن اصحى على تليفون في اي وقت واتبلغ ان في جريمة جديدة ولازم اتواجد في مسرح الجريمة. عشان كده اتعودت انام احيانا بهدوم الخروج، وفعلا نمت. لكن المرة دي ما صحيتش على رنة تليفوني، ده انا صحيت على صوت جرس الباب. استغربت ان في حد جايلي، وانا اصلا مفيش حد بيزورني في شقتي، ده غير اني عايش وحيد ما بعملش حاجة في حياتي غير اني بشتغل وبروح على القهوة وبروح شقتي عشان انام. ده حتى بواب العمارة مش بيطلع لي. الموضوع لانه جديد وغريب في نفس الوقت ازعجني جدا. النوم طار من عيني، برغم اني كنت مرهق. قمت مفزوع من السرير واخدت بعضي ورحت فتحت باب الشقة عشان اتفاجئ بمعاون المباحث على الباب. اول ما شفته استغربت، لكن ما كنتش متفاجئ بدرجة كبيرة. اي نعم، هو اول مرة يجيلي، وغالبا لو كان في حاجة تخص اي تقرير كان بيكلمني في التليفون، لكن وجوده قدامي دلوقتي
وبشكل مفاجئ كده بيدل على إن في حاجة عاوز يقولها لي بشكل سري. عشان كده قلت له: منور يا محمد بيه، إيه المفاجأة السعيدة دي؟ أزعجتك يا دكتور؟ أكيد لأ، ده أنت منورني. اتفضل حضرتك ادخل. دخلنا وقعدنا، وده كان أول لقاء بينا بعيد عن الرسميات، وأعتقد هو مش هيجي فجأة غير لو في حاجة مهمة وسرية في نفس الوقت. وفضولي خلاني أستعجل وأسأله: في حاجة جديدة ظهرت في التحريات؟ لا، أنا مش هنا عشان القضية. استغربت من إجابته وقلت له: أمال سعادتك هنا ليه؟ لا، عشان أسألك سؤال شخصي يا دكتور. شخصي؟ أنا حياتي ما فيهاش أي ألغاز تستحق الأسئلة والإجابة عليها، وبرغم كده اتفضل حضرتك اسأل. إيه اللي يخلي طبيب شرعي يروح قهوة بلدي في منطقة شعبية ويتردد عليها من وقت للتاني؟ ابتسمت كده بعد ما سمعت السؤال بتاعه وقلت له: هو انتوا مراقبيني ولا ايه؟ الموضوع مش كده، ولكن كل الناس اللي ليها علاقة في شغلنا بتكون تحت النظر. احنا جهة قانونية ولازم نتأكد من كل اللي بيشتغلوا معانا في السليم، عشان محدش يزيف أي دليل أو مستند في مقابل شيء معين، وساعتها في حق ناس مظلومة ممكن يضيع. قصد حضرتك ايه بالظبط؟ اني مثلا ممكن اخد رشوة عشان اكتب تقرير مش مظبوط؟ بالعكس، أنا ما قصدتش كده برضه. وبعدين احنا نعرف نتأكد إذا كان التقرير مظبوط ولا لأ، وانت طبعا من أكتر الدكاترة اللي تقاريرها مظبوطة. امال ايه الغريبة في اني اقعد على قهوة بلدي ويخليك تيجي مخصوص عشان تسألني؟ أصل أنا شاكك إن مرتكب جريمة دكتورة ولاء يكون هو طليقها المهندس اللي كانت متجوزاه. يمكن يكون حب ينتقم منها لما كسبت قضية الطلاق مثلا. ازاي بقى؟ حضرتك قلت لي بنفسك ان طليقها سافر بعد طلاقهم باسبوع ومرجعش تاني. ما هو ده بقى اللغز اللي كان وجودك على القهوة هو اللي هيحله. مش يمكن جوزها مسافر وما سافرش في نفس الوقت. لا، انا مش فاهم حاجة. تقدر تقول لي مين اللي كان معاك على القهوة النهاردة يا دكتور؟ معايا انا؟ مفيش حد كان معايا. يعني مثلا ما شربتوش 5 شاي؟ حضرتك 3 وهو 2. ساعتها كلام صاحب القهوة رن في وداني، ولقيته متطابق مع كلام معاون المباحث، وما كانش عندي غير رد واحد لما قلت له: فعلا ما كانش في حد معايا. لا، بس أنا شفتك بنفسي وكان معاك واحد. انت تقصد ان الشخص ده هو طليق الضحية؟ لا، انت المفروض تقولي. لا معلش بقى، انا راجل بتاع علم، ماليش في اسلوب التحقيق والغموض. يعني اشوف حاجة قدامي او ما استنتج منها، لكن انا مش فاهم اي حاجة من اللي بتقوله ده. عموما انا جيت استفسر منك، قلت يمكن عندك حاجة تساعد في القضية بعيد عن شغل الطب والتشريح وكده. بس شكلك مرهق، نام وخد راحتك، ولما ترتاح ممكن ذاكرتك تسترجع اي معلومة، وساعتها بقى اتصل بيا. وبعديها سابني ومشي، لكنه ساب جوايا صراع كبير. صراع كان نتيجة لسؤال واحد بس: مين الشخص اللي هو وصاحب القهوة مصممين إني كنت قاعد معاه ده؟ من طبيعتي لما بقعد في البيت بحس بخمول ورغبة في النوم، ولأني بذلت مجهود كبير اليومين اللي فاتوا قررت أركن تفكيري على جنب واستسلم للنوم. وفعلا نمت لحد بعد الفجر، وقمت من النوم صليت وغيرت هدومي واخدت بعضي ورحت على المستشفى عشان استلم النبطشية من حسام زميلي. وصلت وركنت عربيتي ورحت على المكتب، ولما دخلت لقيت حسام قاعد. أول ما شافني قلت له: صباح الخير يا حسام، في جديد؟ لكنه لا رد عليا الصباح ولا حتى جاوب على سؤالي، وطبعا دي مش عادته. عشان كده كنت مستغرب، لأنه كان بيبصلي من فوق لتحت، وده اللي خلاني قلت له: مالك يا ابني، بتبصلي كده ليه؟ في اللحظة دي لقيت حد ورايا بيمسكني من دراعي وبيقول: اتصدم معانا دكتور اياد. بصيت ورايا ولقيتهم ناس من جهاز الشرطة، أنا عارفهم كويس بحكم شغلي معاهم.
عشان كده استغربت وقلت لهم اتفضل معاكم على فين؟ ايه التهريج ده؟ تعالى معانا بهدوء ومن غير شوشرة، وفي اللازم هتعرف كل حاجة. خرجت من المستشفى وانا ماشي جنبهم. المنظر العام ما كانش غريب على اللي شايفني، لاني طبيعة شغلي مرتبطة بجهاز الشرطة والأدلة الجنائية، فكان من الطبيعي امشي معاهم. لكن في الاسم وبالتحديد في مكتب معاون المباحث، وانا قاعد على الكرسي اللي قدام مكتبه، ومفيش حد معانا غير كاتب التحقيق. كان بياخد بياناتي، اسمي وسني وعنواني، عشان يبدأ بيهم محضر رسمي، لأني وقتها كنت بواجه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. وطبعا الضحية اللي أنا كنت متهم بقتلها هي دكتورة ولاء، اللي أنا كنت لأول مرة بروح شقتها وقت ما استدعوني عشان أساعدهم في مسرح الجريمة. وتاني يوم الصبح في العرض على النيابة أخدت 15 يوم على ذمة التحقيقات، والنيابة انتدبت محامي عشان يدافع عني، اللي بالمناسبة معرفش يعمل لي أي حاجة لأن كل شيء كان ضدي. خلوني أحكي لكم الحكاية من مكاني ده. عنبر 27 رجال، المخصص لحالات الانفصام، واللي أنا محتجز فيه بحكم قضائي لأني ارتكبت جريمة قتل تحت تأثير مرض نفسي. طبعا أكيد وأنا بحكي لكم حكايتي هتكونوا مستغربين، يعني هتقولوا لي إزاي ده حصل وإمتى وإزاي. ما أنا كمان بسأل نفسي إزاي ده حصل وإمتى. وبما إني مش فاكر إني عملت كده، لكن خلوني أحكي لكم اللي التحقيقات أثبتته. الحكاية بدأت من القهوة البلدي اللي معرفش ليه بحب أروح أقعد فيها من وقت للتاني، وتقريبا لما بكون في الحالة المرضية بكون هناك بالشخصية الوهمية اللي اتضح لي إني عايش بيها وأنا معرفش، واللي اسمها سامر كرم عياد، اللي هو نفس اسم طليق الدكتورة ولاء. شايفين الحكاية جت ازاي؟ أنا مستغرب زيكم بالظبط، بس خلوني أحكي لكم. من بين الحاجات اللي كنت بسمعها في التحقيقات هو إنهم لما راحوا مسرح الجريمة في البداية كانت في حاجات اتحرزت، ولأني رحت متأخر لما استدعوني ما كانش عندي علم بالأحراز، اللي من بينها كانت وثيقة زواج دكتورة ولاء من شخصيتي الوهمية اللي هي سامر. وبمطابقة البصمة بتاعتي على وثيقة الزواج طلعت مطابقة للبصمة اللي في الفيش والتشبيه اللي عملته وأنا بتوظف. ومن هنا اتحطيت تحت المراقبة. خلوني أكمل حكايتي اللي كنت بسمعها للمرة الأولى زيكم بالظبط، وهو إن في تاريخ قبل التاريخ اللي قسمت الزواج بتقولي إن اتجوزت فيه الضحية، اتقابلت على القهوة مع شخص اسمه فريد الشباشي، شخص مسجل خطر ومطلوب لأنه بيشتغل في التزوير وفي حاجات كتير، وده بناء على طلبته منه بشخصيتي الوهمية لأني كنت بفكر في السفر. تقريبا كان عندي طموح أنا معرفش حاجة عنه، وحد دلني عليه وقال لي إنه بيشتغل في الفيز وبيخلص سفريات وجوازات. ولما قابلته عرفت إنه يقدر يخلص كل ده مقابل مبلغ مالي، وفعلا أخد الفلوس، وفي خلال أسبوعين كان جايب لي الباسبور بالفيزا وعامل لي بطاقة باسم سامر كرم عياد. ده غير إنه كتب لي مهنة مهندس وعمل لي شهادة تخرج طبق الأصل، محدش يقدر يقول عنها تلت التلاتة كام. طبعا أنا عرفت كل ده لأنهم قالوا لي إن معاون المباحث لما شافني قاعد معاه عرفوا، وتمت مراقبته والقبض عليه. وطبعا معاون المباحث كان بيراقبني من بعد ما بصمة سامر كرم عياد طبقت بصمة دكتور إياد مصطفى اللي هو أنا حاليا، وإن الشخص ده اعترف بكل شيء. وطبعا لما اتسأل عن علاقته بيا
قال لهم إن هو اللي عمل كل الليلة اللي حكيت لكم عنها دي. بعدها عرفت إن التحريات أثبتت إن أثناء زيارتي لعيادة طبيبة أسنان بشخصيتي الوهمية طبعا، عشان أخلع ضرس كان تعبني، واللي هي طبعا عيادة دكتورة ولاء، حصل كلام بينا وتعارف بشخصيتي الوهمية، وبعد كده حصل إعجاب ونظرة فابتسامة فلقاء فجواز، التطور الطبيعي للحاجة الساقعة يعني، لحد ما اتجوزتها. لكنها بعد فترة رفعت عليا قضية طلاق للضرر، لأنها كانت مستغربة طريقتي وحاسة إن قوايا العقلية مش مظبوطة، وإن الحياة معايا مستحيلة. وده طبعا نص الدعوة اللي النيابة اطلعت عليها في محكمة الأسرة، واللي بسببها تم الطلاق بينا، أو عشان أكون دقيق بينها وبين شخصيتي الوهمية. مش ده بس الغريب في الحكاية، الأغرب من كده هو إن الشخص اللي زور لي الأوراق دي كان عامل لي قناع كنت بلبسه وأنا عايش شخصيتي الوهمية، وده طبعا كان شكلي في صورة وثيقة جوازي وباسبوري وبطاقتي مزورين. وبعد ما صدر الحكم لصالح الضحية بالطلاق، اتقابلت مع فريد الشباشي عشان يجدد لي البطاقة والباسبور اللي المفروض كانوا قربوا ينتهوا، لكنه أخدهم ومرجعليش حاجة، واتضح لي إنه سلم الباسبور لشخص هربان من حكم عشان يخرج بيه بره البلد. هو نفسه اعترف بكده لما اتقبض عليه. عشان كده التحريات أثبتت إن طريق الضحية سافر بعد الطلاق بأسبوع ومرجعش. فهمتوا ليه معاون المباحث قال لي يمكن طريقها سافر وما سافرش، عشان اكتشفوا إن اللي على وثيقة الجواز بصمتي أنا. لما دخلت في الحالة المرضية كان عندي رغبة في الانتقام، علشان طريقتي انتصرت عليا، عشان كده رحت لها يوم الجريمة وما خدتش بالي إن في كاميرا قريبة كانت مصوراني وأنا داخل بالقناع اللي لابسه ده، غير إنهم وصلوا للصيدلية اللي اشتريت منها المخدر بدون وعي طبعا، واتصورت بالقناع وأنا باخد المخدر من الصيدلي. وباقي اللي حصل اتبنى على الاستنتاجات اللي كتبتها بنفسي في تقرير التشريح، هو إن القاتل رن الجرس والضحية فتحت بشكل طبيعي، ولما فتحت الباب خدرها وخنقها. وبما إن روتين شغلي طاغي عليا في كل تصرفاتي، كان طاغي عليا برضه وأنا برتكب جريمة في حالة من اللاوعي، عشان كده اتصرفت بالطريقة اللي تضلل الأدلة الجنائية. علقت الجثة بعد ما خنقتها، وبعدها نزلتها في الأرض على ظهرها. ما تعمدتش ألمس أي شيء من محتويات الشقة، ولو حصل كنت بالمنديل اللي دايما في جيبي كنت بمسح مكان إيدي، ده غير إن القناع اللي كنت لابسه كان مانع تساقط الشعر، عشان كده ما كانش فيه حاجة من أثري في مسرح الجريمة. أنا فعلا عملت حساب كل حاجة وأنا في حالة اللاوعي، حتى باب شقة الضحية اللي خرجت وسبته مفتوح عشان ملمس الباب وأنا خارج وأسيب بصمة بالغلط. عشان كده حد اكتشف الجريمة بعدها بكام ساعة بس. كل حاجة اتعمل حسابها، إلا إني أعمل حساب قسيمة الجواز اللي لقوها قبل ما أوصل لمسرح الجريمة، واللي بالمناسبة لو كنت لقيتها بنفسي ما كنتش برضو هعرف إن سامر كرم عياد هو نفسه أنا، دكتور إياد مصطفى. لما اتواجهت بكل ده أنكرت طبعا، لأني بصفتي إياد مصطفى معرفش حاجة عن الاتهامات اللي اتوجهت لي، لكن برضو ما قدرتش أنكر تطابق البصمات. ولأن الحكاية غريبة والتصرف ملوش أي مبرر، قرروا يعرضوني على الطب النفسي اللي أقر بإني بعاني من حالة انفصام، وإني لما بخرج منها بنسى الناس اللي قابلتهم ساعتها. عشان كده نسيت فريد الشباشي ونسيت ولاء، وإن حالة الانفصام اللي عندي حالة شديدة بتسبب هلاوس
ده غير إن الشخصية المرضية اللي ببقى فيها بتكون عدائية جدا، ودي كانت مبرر كافي إن أرتكب الجريمة دي بدافع الانتقام وبالطريقة اللي حكيت لكم عنها دي، أو بمعنى تاني اللي اتحكالي أنا وانتوا عنها، عشان يكون مصيري هنا في عنبر 27 رجال انفصام، وعشان كل ما أحس إني دكتور إياد مصطفى أحكي القصة من أول وجديد. يمكن أصدق إني كنت في يوم من الأيام شخص تاني معرفش عنه حاجة، لكنه ارتكب جريمة بدفع تمنها لحد دلوقتي، وإني كنت زي العنكبوت عقله مشغول في حاجة، لكن كان عنده 8 رجول كل واحدة فيهم بتعمل جريمة هو مش دريان بيها، لكنه في النهاية هو اللي هيحاسب على المشاريع، لأن اللي ارتكب الجريمة جزء منه. وبس كده انتهت قصتنا النهاردة. ولو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. تصبحوا على خير واشوفكم في القصة اللي جاية.